النهاردة هنكمل سلسلة فيديوهات انت في مصر تركب ايه، بس هيكون من رينج 300,000 ل 500,000 جنيه. وفي السلسلة دي بنقول مميزات وعيوب كل عربية والتفاصيل بتاعتها كمان. أول عربية معانا وهي ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2004 لحد 2013، وطبعا غنية عن التعريف لأنها معشوقة الشعب المصري، وهي عربية عملية جدا ومفيش أي حد بيشتري العربية دي وبيشتكي منها، لا من قطع غيار ولا صيانة ولا أي حاجة. والعربية دي بتديك ثبات على الطريق حلو قوي، وطبعا بحكم انها واطية شوية عن الارض. ومن منظوري العيب الوحيد في العربية دي وهي انها مش بتنفع خالص مع بعض المطبات في مصر بسبب انها واطية شوية على الارض. وسعر العربية دي بيبتدي من 350 ل 600 ألف جنيه، وما تسألونيش ليه حلو مشاكل دي بقى مع مملكة. تاني عربية وهي سكودا اوكتافيا A4 موديل 1996 لحد 2004. والعربية دي عظيمة قوي في الفئة السعرية، وهتديك مميزات كتير، هتديك ثبات على الطريق وأداء كويس، والعربية كمان عملية جدا وقطع غيارها متوفرة في كل مكان. والعربية تمشي شبابي بتعديل بسيط، هتودي العربية دي في حتة تانية خالص. وممكن عيبها الوحيد هو استهلاكها للبنزين، هو عالي شوية بس هتاخد تجربة كويسة في المقابل. وسعرها بيبتدي من 340 ل 500 ألف جنيه. تالت عربية معانا وهي بروتون جين 2 موديل 2004 لحد 2014. والعربية دي جميلة جدا وبتديك تجربة حلوة وبتديك مميزات كتير، وهتلاقي لها قطع غيار متوفرة بشكل كويس وسعرها كمان عملي. والعربية دي برضو رايحة للناحية الشبابية والتعديلات. عيب العربية دي هو لما تيجي تبيعها هي تقيلة حبتين في البيع، وسعرها بيبتدي من 300 ألف ل 450 ألف جنيه. رابع عربية وهي رينو لوجان، ودي من احدث العربيات اللي انت ممكن تركبها في الفئة السعرية دي، لان انت تقدر تركبها من موديل 2017 لحد 2020. والعربية دي عملية جدا واقتصادية وموفرة للبنزين، وهتكون حالتها كويسة بحكم انها موديل حديث. وبالنسبة لقطع الغيار فهي موجودة بشكل كبير جدا في السوق، وسعرها اقتصادي. اما العيب بتاعتها ان العفشة بتاعتها ناشفة حبتين، والتكييف برضو مش احسن حاجة. وسعر العربية دي بيبتدي من 400 ألف ل 600 ألف جنيه. خامس عربية معانا وهي هيونداي نيو اكسنت موديل 2007 لحد 2011. والعربية دي انا شفتها بنفسي، هي عربية عملية جدا واقتصادية وموفرة للبنزين، وهي حرفيا يعني انسى الميكانيكية بقى. وقطع غيارها موجودة في كل حتة، وهتديك مساحات كويسة. هي يعني ما يبانش عليها بس هي خداعة، لا يعني هتديك مساحات محترمة. ولكن انا برشح النسخة الاوتوماتيك، لان النسخة المانيوال في منها مشاكل كتير قوي. وسعرها بيبتدي من 400 ألف ل 500 ألف جنيه. سادس عربية وهي نيسان صاني ال N16 موديل 2000 لحد 2012. العربية دي عملية جدا واقتصادية في قطع الغيار، والتكييف بتاعها ممتاز، ولكن عيبها في استهلاكها للبنزين، هو عالي نسبيا بالنسبة لفئتها. ومش هتكلم عن الفرامل، يعني أظن الشعب المصري كله يسمع عنها طبعا. والعربية دي سعرها بيبتدي من 350 ل 550 ألف جنيه. سابع عربية وهي شيفروليه افيو موديل 2006 لحد 2011. والافيو عربية عملية جدا وموفرة جدا في البنزين، وقطع غيارها رخيصة وموجودة في كل حتة. لكن عيبها الصاج بتاعها ضعيف جدا، والأمان فيها مش أحسن حاجة. وأفضل نسخة النسخة الأوتوماتيك فيها أحسن من المانوال بكتير، ودي سعرها بيبتدي من 300 ألف ل 550 ألف جنيه. تامن عربية وهي الكيا بيكانتو موديل من 2007 ل 2015. بص بقى، العربية دي موفرة في كل حاجة حرفيا، وقطع الغيار بتاعتها أرخص من كل العربيات في الفئة دي، وموفرة في البنزين بشكل كبير قوي. يعني بص وزي الفل يعني، وهتبقى اختيار مناسب لو لقيت حاجة بسعر كويس. وكمان لو انت مش محتاج يعني مساحات كبيرة، يعني لو انت مش عايزها العين، هي تنفع استخدام شبابي واستعمال شخصي كده. وسعرها بيبتدي من 300 ألف ل 550 ألف جنيه. تاسع عربية معانا وهي جولف 4 الجيل الرابع من جولف موديل 1998 لحد 2004. والعربية دي جميلة جدا، وهتديك ركوبة وثبات وأداء عالي على الطريق، وهتديك مساحات كويسة، وهتلاقيها جدا في حتة الشبابية والتعديلات، وبيتسقط لها مواتير. لكن هي كعربية اعتمادية هي كويسة جدا، وقطع غيارها متوفرة في كل مكان. وسعرها بيبتدي من 380 ل 500 ألف جنيه.
عاشر عربية وهي رينو فلوينس موديل 2010 لحد 2016. والعربية دي اعتمادية وقطع غيارها متوفرة وسعرها كويس، وهتديك مساحات واسعة وركوبة محترمة جدا، وعزل الصوت فيها كويس بالنسبة لفئتها. لكن عيبها في الريسيل بتاعها، هو تقيل حبتين، ويعني لما تيجي تبيعها هي هتقف معاك شوية، وسعرها بيبتدي من 420 ل 600 ألف جنيه. كده النهارده قلت لك تركب ايه من رينج 300 ألف ل 500 ألف جنيه. وطبعا لازم قبل ما تشتري اي عربية من دول تفحص عند فني فاهم كويس وشاطر، لان العربيات دي بيبقى عدى عليها زمن. وكمان تكون عارف انت ايه اللي هيناسب احتياجاتك، يعني هتفرق معاك المساحات، ولا انت عايز حاجة شبابية، ولا عايز حاجة بناتي او يعني مساحتها صغيرة، وتشوف ايه الانسب ليك يعني فيه. وبس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتصلي على النبي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام عليكم.